أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة أفلام عمرك ما هتشوفها. السلسلة اللي بنتكلم فيها عن الأفلام اللي فقدت أو ما اتعملتش أصلا بسبب الرقابة، رغم وجود قصتها أو جزء منها على الإنترنت. المهم في أثناء بحثي عن مواد للحلقة الجديدة، فوجئت بإن في قناتين تلاتة بيتكلموا عن الأفلام المفقودة في السينما المصرية. فقررت عشان ما نبقاش بنكرر أتكلم عن الأفلام المفقودة في السينما العالمية، وغير كمان الأفاتار. أيوة، هو اللي هيطلع على الشاشة ده دلوقتي. فيلا بينا، واتمنى لو عجبكم التغيير أو ما عجبكوش تقولوا رأيكم في الكومنتات. أول ما بدأت البحث في الأفلام المفقودة في السينما العالمية، أول فيلم قابلني هو أكثر فيلم مطلوب في الأفلام المفقودة، وهو فيلم لندن After the Midnight، إنتاج سنة 1927. ولإني ست مدمنة أفلام رعب ومغرمة بكل ما ينتمي لفترة العشرينات الصاخبة، قررت إن ده يكون أول فيلم نبدأ فيه في الأفلام العالمية. الفيلم ده فُقِد في حريق مخازن شركة مترو جولدن ماير سنة 65. ساعتها كانت الأفلام بتتحفظ على شرايط خام، مفيش بقى اي كلاود ولا هارد ديسك. هم حاولوا بعد كده باستخدام فوتوغرافيا الفيلم إعادة بنائه، خاصة إن هو كان أصلا صامت، لكن النتيجة ما لقيتش إقبال قوي. ومش عايزة أطول عليكم، ويلا أحكي لكم الفيلم. ودي قصة الفيلم تبعا لما هو موجود على موقع الويكيبيديا، وتبعا للنسخة من السكريبت الأصلي للفيلم اللي حطيتها شركة مترو جولدن ماير على الإنترنت. بيبدأ الفيلم بالعثور على الثري روجر ميت في منزله بلندن. بيكون مضروب بالرصاص في دماغه، وفي إيده اليمين مسدس عليه بصماته. وبيجي المحقق بروك للتحقيق في جريمة القتل. وبعد سؤال الشهود كلهم بيقرر بروك إن هو حادث انتحار، وبيقفل القضية على كده، رغم اعتراض صديق وجار روجر اللي هو السير جيمس. وبعد مرور 5 سنوات بيشهد سكان قصر السير جيمس أضواء غريبة في قصر روجر المهجور، وبيكتشفوا إن في 2 ليهم مظهر مصاصين الدماء ساكنين في القصر. وهم راجل لابس قناع على شكل حيوان القندس، وشعره طويل، واسنانه حادة، وقبعة كبيرة. وكذلك سيدة بشرتها شاحبة جدا، وبتلبس فساتين طويلة جدا على شكل روب. وده على عكس الموضة وقتها. اللي السير جيمس يكلم المحقق بروك مرة تانية علشان يحقق مع السكان الجدد للقصر المهجور ويعرف هم مين بالظبط. وهناك بيتفاجأ المحقق بروك بإن الشهود اللي كانوا حاضرين وفاة روجر، وهم لوسيل بنت روجر، ومدير المنزل بتاع روجر اللي هو ويليام، وابن أخ السير جيمس اللي هو آرثر، كلهم عايشين مع السير جيمس في القصر بتاعه. لكن المحقق بروك بيلاحظ إن الإمضاء على عقد الإيجار الجديد هو نفس إمضاء المتوفي روجر، وده بيثير استغرابه، لكنه بيرفض تصديق وجود كائنات الحية الميتة اللي هي الأنديد بالإنجليش. وبيروح هو والسير جيمس لفتح قبر المتوفي روجر اللي بيلاقوه فاضي تماما. وبعدين على حسب ادعاء الخادمة في منزل السير جيمس، اللي هي ست يعني كبيرة شوية ومش مركزة ايه اللي بيحصل حواليها بالظبط، بتبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة، زي إنها بتلاقي رجل القندس في أوضة من أوض النوم وهي بتنظفها، وكذلك السيدة الشاحبة بتطير في الهواء زي الخفاش، وجثة روجر المتوفى. وعلى هذا الأساس بيتم نقل لوسيل لمنزل أبوها، وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحمايتها من مصاصين الدماء. وبيتم توجيه السير جيمس لاقتحام القصر، وبيواجه الرجل القندس اللي بنكتشف إنه كان المحقق بروك طول الوقت. وبينيم المحقق بروك السير جيمس مغناطيسيا، اللي بيرجع بذاكرته ل5 سنين لما السير جيمس قتل صديقه وجاره روجر، لأنه كان عايز يتجوز لوسيل. ووالدها روجر رفض، لأنه هو كان عارف إنه عايز يتجوزها طمعا في ثروتها. ساعتها بينهي المحقق بروك جلسة التنويم المغناطيسي، وبيكشف إن كل ده كان فخ للإيقاع بجيمس. وبيكشفوا بعض الحيل اللي استخدمت للضحك عليه، زي مثلا إنه السيدة الشاحبة بتلبس فساتين طويلة علشان تداري الأسلاك اللي بيركبوها لها للطيران. طبعا ده في العشرينات كانت تعتبر خدعة جديدة نوب، ومتخيلة شهقات المفاجأة من المتفرجين لما شافوا الموضوع ده. والنهاية السعيدة بتكون إن آرثر ابن أخو السير جيمس
بيحبوا لوسيل وبيعيشوا حياة سعيدة. بس وهو ده كان فيلم النهاردة. أتمنى تكون الفكرة الجديدة عجبتكم. طبعا سيناريو الفيلم كان فيه تفاصيل أكتر بكتير، بس ما حبيتش يكون الفيديو طويل قوي عليكم. ولو عجبتكم الحلقة ياريت لا تنسوني من اللايك والشير، وهسيب لكم نسخة لينك السيناريو في الديسكريبشن. وباي باي.